الا كنتي كظن بلي هذا الانجاز بوحديته هو اللي عملو الحارس ليله الامس فانت غلطان. تجيب مخرج من البرتغال وتحديدا من لشبونه باش يعمل سيناريو للفرقه ديالو كبنفيكا وما يخرجش بحال هيدا. اجي معايا نعرفك على القصه ديال بنفيكا قبل اخر جوله في دوري ابطال اوروبا. في البارح وقبل اخر جوله في دوري ابطال اوروبا بنفيكا كانت شبه مستحيل تاهل. عرفتني شبه مستحيل، يعني شبه مستحيل تتاهل الى الملحق. شنو خصها تخسر مارسيليا اقل شي 3-0، اقل شي 3-0. داك الشيء اللي وقع وداك الشيء اللي صرا وداك الشيء اللي حدث وداك الشيء اللي كان، ومحتاجه باصبع دومين حتى هي تخسر. وداك الشيء اللي وقع وداك الشيء اللي صرا في الدقيقه 84، ومحتاجه كوبنهاغن تخسر. واكيد داك الشيء اللي وقع وداك الشيء اللي صرا وداك الشيء اللي شفتو مع العلم كوبنهاغن كانت غالبه بواحد لزيرو، ومحتاجه نابولي تخسر. ولا بزاف وعيقت علينا وتا هي وقعت. بعد ما كانت نابولي هي اللي غالبه، بعد ما كانت نابولي هي اللي متقدمه، ومحتاجه اتلتيكو بيلباو تخسر. وبيلباو ماشي خسرات، انقتلت في الدقيقه 94 من بعد ما كانت هي اللي غالبه في الشوط الاول. في الدقيقه 94 الهدف اللي ماركا الحارس ديال بنفيكا جعل واحد من المشجعين ديال مارساي يهرس بالفاس، وفي نفس الوقت جعل الفرحه من جواو فيليكس اللي هو النجم الاول ديال بنفيكا واللي طلع لبنفيكا وتبع لاتلتيكو مدريد اللي حاليا كيلعب في النصر مع الاصدقاء ديالو مع العائله ديالو. يعني دار بزاف ديال الحوايج هذا.